مرحبا بكم أعزائي المتابعين. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تشاهدون في هذا الفيديو جدول ترتيب الدوري الجزائري بعد إجراء مباريات الجولة 11 وبرنامج جميع مباريات الجولة 12. نبدأ بالترتيب. في المرتبة الأولى مولودية الجزائر برصيد 22 نقطة من 8 مباريات. في المرتبة الثانية مولودية وهران ب20 نقطة. وفي المرتبة الثالثة أولمبي أقبو ب18 نقطة. في المرتبة الرابعة نجم بن أكنون ب16 نقطة. في المرتبة الخامسة شبيبة الثورة ب16 نقطة أيضا. وفي المرتبة السادسة شبيبة القبائل ب15 نقطة. في المرتبة السابعة شباب قسنطينة ب15 نقطة. في المرتبة الثامنة شباب بلوزداد ب15 نقطة أيضا. وفي المرتبة التاسعة اتحاد العاصمة ب14 نقطة. في المرتبة العاشرة اتحاد خنشلة ب14 نقطة. في المرتبة الحادي عشر مستقبل الرويسات ب13 نقطة. في المرتبة الثانية عشر وفاق سطيف ب11 نقطة. في المرتبة الثالثة عشر أولمبي شلف ب10 نقاط. في المرتبة 14 ترجي مستغانم ب10 نقاط. في المرتبة الخامسة عشر نادي بارادو ب8 نقاط. وفي المرتبة الأخيرة نجد مولودية البيض ب3 نقاط فقط. أما برنامج مباريات الجولة 12 فتكون كما يلي: ترجي مستغانم واتحاد العاصمة مقابلة جرت يوم الاثنين 17 نوفمبر وانتهت بتعادل هدفين لهدفين. نادي بارادو يواجه مولودية البيض يوم الخميس 20 نوفمبر على الساعة 6. مولودية وهران تواجه وفاق سطيف يوم الخميس 20 نوفمبر على الساعة 6. وأولمبي أقبو ضد أولمبي شلف يوم الجمعة 21 نوفمبر على الساعة 6. اتحاد خنشلة يواجه شبيبة الثورة يوم السبت 22 نوفمبر على الساعة 6. فيما تأجلت مباريات شبيبة القبائل مستقبل الرويسات، مولودية الجزائر شباب قسنطينة، نجم بن عكنون شباب الوجداد، وهذا إلى يوم 13 جونفي 2026 على الساعة 6.